في الأرض آيات وفي بلدانها عبر بقين لأهل كل زمان، ومضت حضارات وأخرى لم تزل في سائر الأقطار والبلدان، وحوادث التاريخ فيها عبرة لذوي البصائر من بني الإنسان. طرابلس عروس البحر. طرابلس أو إطرابلس العاصمة الليبية وأكبر مدنها، تقع في الشمال الغربي لليبيا، أقيمت على رأس صخري يطل على البحر المتوسط مقابل الرأس الجنوبي لجزيرة صقلية. مع تعاظم الفتح الإسلامي في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت جيوش الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. مضى عمرو بجيشه إلى طرابلس فحاصرها شهرا لا يستطيع اقتحام أسوارها، حتى استطاع بعض المسلمين أن يجدوا ثغرا في السور ما بينها وبين البحر، فدخلها جيش المسلمين وحررها من قبضة الرومان ليعمها الإسلام بنوره وعدله. في السنة 22 للهجرة بقيت طرابلس تعم بنور الإسلام وعدله إلى أن احتلها الصقليون فالإسبان فالمالطيين، لتعود إلى حضن الخلافة مع العثمانيين ولتصبح ولاية عثمانية باسم طرابلس. احتلها الطليان ونهض الشعب كله لمقاومة الاحتلال، ووقف أمام الجيوش الإيطالية بأساطيلها وطائراتها حتى استقلت استقلالا تاما سنة 1951 للميلاد. شرفت طرابلس على مدار تاريخ زاخر باستقبال الكثير من الصحابة الفاتحين، فكان منهم الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، والذي شارك في فتح طرابلس ووجهه عمرو بن العاص لفتح صبراتة. واستقر في طرابلس وولد فيها الكثير من العلماء والمحدثين، من أمثال ابن المنظور صاحب لسان العرب. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وسبق أن تحدثنا عن فضل الحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان وبلاد ما وراء النهر في حلقات سابقة من برنامج هدى وبينات في أعوام سابقة في شهر رمضان، ونتحدث الآن عن الشمال الإفريقي. وقد تكلمنا عن برقة وطرابلس، هذه من مدن أهل الإسلام. الصحابة عندهم صدقات جارية كبيرة جدا، ومنها فتح البلدان، وغيروا اللغة إلى العربية، وأقاموا الدين والقضاء والإمامة والشرع والأحكام، فتحوا القلوب بالقرآن. ومنها هذه المدينة، لقد دخلها الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أرسل جيشا إلى زويلة بقيادة عقبة بن نافع الفهري ففتحها سنة 22، فصار ما بين برقة وزويلة سلما للمسلمين. ثم سار عمرو إلى طرابلس، ولما وصل إليها من جهة الشرق وحاصرها امتنع أهلها عن التسليم وتحصنوا في سورها، وكان سورا منيعا لم يقدر المسلمون على تسوره ولا اقتحام أبوابه، وكان يحيط بالمدينة من جهة الشرق والغرب والجنوب، إلا أن المدينة لم تكن مسورة بينه وبين البحر جهة الشمال. بقي المسلمون في عصارها شهرا لا يقدرون على شيء، ولا يجدون فجوة ولا ثغرة، ويذهبون ويجيئون بدون نتيجة. في ذات يوم خرج 7 من المسلمين للاستكشاف غرب المدينة، ولم يكن معهم إلا سيوفهم ورماحهم، فلما اشتد عليهم الحر في طريق العودة أخذوا على جانب البحر، فلاحظوا أن السور غير متصل بالبحر، ورأوا أنه من الممكن الوصول إلى داخل المدينة من هذه الفجوة، فانتهزوا الفرصة ودخلوا من فورهم من مسلك بين البحر والبلد، وكان مكانا مرتفعا، وهجموا على الروم وعلت أصواتهم بالتكبير، فظن الروم أن المسلمين دخلوا البلد، وسمع عمرو بن العاص والمسلمون تكبير إخوانهم، فأقبل عمرو بجيشه وتكاثر المسلمون وفر الروم، فصار الاقتحام والخوف والذعر، وصار الروم يهربون لا يلوون على شيء يتدافعون. يهربون إلى أين؟ إلى السفن الراسية على شاطئ المدينة للهروب بها،
وغنم المسلمون غنائم كثيرة جدا، وما تم فتح طرابلس سنة 22 للهجرة، فلله الحمد نباهة 7 من المسلمين أدت إلى فتح بلد. وبعد أن أقاموا فيها الدين استمرت الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل من غرس الصحابة رضي الله عنهم. كان فيها عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه البطل الشجاع الفاتح، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، ومن كتاب الوحي، وفاتح من فاتحي إفريقيا وبلاد النوبة والأندلس، وقد كسر جيوش الروم بطرابلس الغرب، وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر، ومات وهو يصلي، وقال اللهم اجعل آخر عملي صلاة الصبح، فلما طلع الفجر توضأ وصلى، فلما ذهب يسلم عن يساره فاضت نفسه رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن الزبير كان ممن وصلوا إلى هذه، يعني ممن شهد فتح طرابلس، وهو الشجاع الصوام القوام. وأما العجلي أحمد بن عبد الله الإمام الحافظ صاحب كتاب الثقات، فهو ولد وعاش بالكوفة، لكن استقر بطرابلس الغرب وبها توفي، وكانوا يعدونه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وأما ابن الأجدابي نسبة إلى أجدابية بالقرب من طرابلس إبراهيم بن إسماعيل اللغوي صاحب كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة وغريب اللغة. أيضا ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب قيل توفي بطرابلس الغرب وقيل بمصر. ومحمد الحطاب محمد بن عبد الرحمن الإمام الفقيه المالكي كان شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته وجلوسه وأكله وشربه وجميع أفعاله، كان يعلم تلاميذه ذلك ويقول كل الخير في الاتباع، ويعلم الناس العبادات بالقول والعمل، ويعلم تلاميذه صفة الوضوء والغسل على شاطئ البحر. ومن المشاهير الفقهاء الشيخ عليش أو عليش، من يعني حسب نطقها، هل هو النطق الليبي ولا نطق المصري. الفقيه المالكي المعروف صاحب منح الجليل على مختصر خليل في فقه المالكية، أصله من طرابلس المغرب. وعبد الرحمن محمد البوصيري الفقيه الأديب صاحب كتاب مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر، تولى التدريس منذ كان تلميذا، وكان يلقي دروسا في جميع أيام رمضان على مدى 50 سنة، كل يوم في رمضان على مدى 50 سنة، ويحضر دروسه الكبار. ومن المعاصرين الطاهر أحمد الزاوي مفتي ليبيا سابقا ومؤرخها المعروف، المجاهد صاحب كتاب تاريخ الفتح العربي في ليبيا وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. نعود إليكم بعد قليل. في ليبيا أهل البطولة كم لهم فخر بدحر كتائب الطليان، واسأل عن المختار برقة إنها شهدت بطولة فارس الميدان، واسأل طرابلس الجميلة كم ثوى برمالها من عالم رباني، واسأل زويلة عن دماء شهدائها وانظر إلى الواحات من فزان. حمد بن سيف النصر من أبطالها هو فارس من أشجع الشجعان، وقرارة الأقواس سرت وسبرة فيها جمال الفن والإتقان.